الدكتور لما كان بيكشف على البنت والبنت بتوري له كلمه وبتقول انها مخطوفه، والدكتور بيشوف الكلمه وبتوري له كمان الاصابات اللي في ايديها وبتقول له انا مخطوفه ساعدني، بس الدكتور بيكون جبان وما برضاش يساعدها وبيقول له تقدر دلوقتي تاخدها هي هتبقى كويسه، وبياخد البنت وبيمشي. وبعد ما بينزلوا بيلاقوا الولد والبنت بيتخانقوا بيزعقوا مع بعض، والبنت بتبص على الدكتور عشان كذا وبرضه خوفه بيكون مسيطر عليه. وبعد شويه بيدخل الظابط بيقول له شفت البنت دي، وبتطلع البنت المخطوفه وبيكون رده غريب جدا، وبيقول له لا رغم انها كانت لسه عنده، وبقول له انا عرفت انها هتيجي عندك لو جت بلغني. وفجاه بيلاقي حارس تحت المستشفى، ولما بينزل بيلاقي الواد لسه بيزعق مع البنت وبيروح لابنه وبقول له انت كويس، وبقول له في ولد خبطني واتعورت في رجلي، وبقول له ولد مين، وبيشاور على الواد اللي خاطف البنت وبقول له هو ده. وفي اخر فرصه ليه عشان ينقذ البنت ويتغلب على خوفه وبيروح للظابط، وبيلاقي الظابط راح يقبض على البنت عشان الولد قال ان هي اللي كانت سايقه، وبقول للظابط لا دي مالهاش ذنب هي مخطوفه والولد اللي كان سايق مش هي. وبقول له عندك دليل على كلامك ده، وبقول له اه، وبقول له في كاميرات مراقبه اهي نقدر نرجعها ونعرف الحقيقه. وبعد ما بيرجعوا الكاميرات بيلاقي ان كلامه صح، الولد هو اللي كان سايق مش البنت، وبيقبضوا عليه هو، والبنت بتحضنه وبتشكره عشان انقذ حياتها.